مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا اللي اول مرة يشوفني بقى يعمل لي ايه؟ يعمل لي اشتراك، وما ينساش كومنت حلو بصلاح الاحوال ليا وليكم ان شاء الله. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ينعاد عليكم الايام بخير يا رب. هنا طبعا جبت لكم صلصة البرطمانات، سهلة ونظيفة ومضمونة من البيت. هنا طبعا حوالي 7 كيلو طماطم انا جبتهم. الطماطم دلوقتي رخيصة، ال4 ب10، نقدر نخزن زي ما احنا عايزين. حطيتهم في حلة، قطعناهم. طبعا كوبايتين مية، انا بحط هنا واحدة بنجر على كمية الطماطم دي، بتديها لون حلو. طبعا فوائد البنجر كتيرة جدا ومفيدة، بندخلها في سلطات وبندخلها في حاجات كتير. هنا ايه، النار بتبقى عاليه زي ما انتم شايفين كده. اول ما بتغلي غلوه بنهدي النار عليها خالص ونسيبها زي ما هي، ونحط بس عليها معلقه سكر. ايوه، اول ما ايه تشرب ميتها شويه. هنا بقى ايه، هنعمل مسقعه النهارده. هنا كان صبعي السكينه عورته، الحمد لله. بس الواحد كل ما يشوف المنظر دوت قلبه يتخض، لان هي السكينه نزلت جامد على صبعي. هنا طبعا بنحط ملح على البتنجان عشان ينزل ميته، علشان طبعا ما يشربش زيت ويوفر معانا الزيت. احنا بنسيبه كده من ساعة لساعتين على حسب. قبل ما تعملي تلاقيه نزل كده مية سودا، احسن وافضل طبعا. اه. هنا اللي بيعمل البتنجان ريان ابني، ربنا يخليه، هو عايز بيحب يشاركني. انا قلت اعمل بقى الصلصة ورا اهي. التومة، هو حوالي 3 فصوص توم، كبشتين صلصة، يعملوا لك مسقعه جميله. كان عندي معلقتين لحمه معصجه كانوا باقيين من اكله كده. انتوا اي حاجه تبقى حطيها في اكلك، مفيش حاجه تترمي في الغلا ده. طبعا انا هنا ايه، عملت المسقعه. هم مش بانوا قوي، بس عارفه اللي هو برضو هي تستفادي منها، مش هنرميها يعني، مش هنرميها طبعا. هنا ايه، بنسيب بقى الصلصه تتسبك. وهنا ريان بيقوم بالمهمه بتاعته، بيقلي لي البتنجان. طبعا هنا خلصنا اهو. بنعمل بقى ايه، طاجن المسقعه باللحمه المفرومه. وطبعا اللي بيقول ان انا بكح كل شويه، والله يعني الحمد لله انا دخلت من اقل من سنه كده مستشفى بالتهاب رئوي، فبلاش يعني نتكلم في الموضوع ده، يعني الحمد لله على كل حاجه. وهنا بقى ايه، خلص بس ايه، طاجن المسقعه باللحمه المفرومه سهل جدا جدا. نقلي البتنجان، نقلي الفلفل، نعمل الصلصه بالثوم، نحط كله على بعضه. لو في لحمه مفرومه طبعا هتبقى جميله، وتدخليها تاخد وش بس من الفرن كده تمام. هنا بقى رجعنا للطماطم تاني، بنضربها بالهاند بلندر كده بسرعه، ونبدأ نصفيها بقى علشان ايه، ناخد صلصة مركزة حلوة. طبعا هي عملت لي تقريبا حوالي 6 اكياس، يعني 6 برطمانات في الغلا ده. طبعا حلوة جدا. هنا بصوا، بتنزل صلصة جميلة، مش هتلاقي فيها تفل ولا حاجة، ده هو شوية بذور بس كده، ايه، البذور اللي ما بتدوبش. طبعا اللي يجربها ما ينساش يدعي لي دعوة حلوة كده، ويقول لي في الكومنتات عجبته ولا لا. هنا بقى خلاص كده بنخلص الصلصة، هنعمل لها اكياس. طبعا متنسوش بقى في اخر الفيديو تعملوا لي كومنت حلو. سلام يا حبايب قلبي.